يسعد لي مسا كل مستمعي الكرمي اف ام. نحن معكم على الهواء مباشرة بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على الكرمي نجوم، يلي بنستضيف فيه أشخاص بيمتلكوا الموهبة، بيمتلكوا الحضور والتميز والإبداع، إن كان بالغناء، إن كان بالعزف أو الشعر أو الكتابة. بدنا نروح لفاصل ومن بعدها رح نعرفكم على ضيفتنا الجميلة لليوم ببرنامج على الكرمي نجوم. يسعد مساكن من جديد مستمعي الكرمي. ضيفتي لليوم شابة جميلة بعمر 15 سنة، ترعرعت ببيت يهوى الفن والغناء والرسم والموسيقى وأيضا القراءة والمطالعة. ما رح أحكي كثير اليوم، بدي رحب وخلونا نرحب بالصبية الحلوة هدير الحسين. الله يسعد لي أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وشكرا على استضافتك. نورتي الكرمي هدير. لكل المستمعين. شو هالحلا كله؟ تسلم. انتي والعود معك، يعني اليوم رح تكون حلقة مميزة أكيد بسماع صوتك الحلو وعزفك الحلو، والأجمل من هيك برفقة والدتك. بدي وجه لها ألف تحية. ام فرح الغالي موجودة جنب مخرجنا ضياء الحناوي ورح تتابعك اليوم، وجايبي مع اختك الصغيرة اخر العنقود شموسة، يلي عن جد كتلة براءة اليوم وكتلة فرح، ضحكتنا فعلا كثير ورسمت البسمة على وجوهنا. وبعد شوي او بختام البرنامج رح ندعيها لهون على الاستديو لنسمع صوت الحلو. عالي ملياني فرح على اسم بنتك الكبيرة ام فرح، عالي ملياني حب، ملياني فن وموهبة، من العزف للغناء للقراءة للرسم. بعد شوي بنتعرف على كثير أشياء. فيسعد أوقات مستمعينا مرة ثانية ويسعد أوقاتك هديل. قبل ما بلش معك بأي حديث مباشرة بدنا نسمع. يلا عنا فضول نشوف صوتك ونسمع صوتك. عفوا يلا تفضلي. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتب المكاتيب وأخدها الهوى، بعز علي غني يا حبيبي، لأول مرة ما بنكون سوا. يسلم هالصوت هدير الحسين ضيفتنا لليوم، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك.
بداية أول مرة أنت بتجي على الإذاعة، يعني أول مرة بتعملي لقاء إذاعي. سبق وعملتي لقاءات تلفزيونية، خبرتيني كم لقاء؟ 2. كيف حسيتي جو الإذاعة؟ حلو المايك؟ أكيد أحسن من التلفزيون والشاشة؟ تقريبا. هديل، بدنا نحكي عن كيف بلشت موهبتك، بأي عمر، بعدين ما نفوت على تفاصيل ثانية. امتى بلشت تغني؟ هلا بلشت تقريبا يعني أنا وصغير، يعني قديش كان عمرك؟ 5 سنين أو من عمر أختك شمس؟ يعني يعني كان يعني بحب الموسيقى من وأنا صغير. مين اللي أول ما قال لك إنه صوتك حلو؟ أمي. أكثر. وبدي بس نوه للمستمعين انه والدتك بتمتلك صوت جميل جدا، وخبرتيني انك انت واخدي خواتك الصوت الحلو من والدتك. فقديش وجودها اليوم هلا انت عم تطلع عليها، قديش وجودها مهم، وقديش بيعطيك القوة، وقديش بيدعمك وجودها؟ قديش بتحبيها لوالدتك؟ كثير. طيب كمان كثير أسئلة عبالنا نسألك إياها، لكن بدنا نسمع اليوم يمكن أكثر ما بدنا نحكي. شو محضرتي لنا هلق؟ هلق في من الشباك. يلا. يسلم هالصوت ويعطيكي ألف عافية. جربتي تغني غير اللون القديم، غير لأم كلثوم، لأسمهان، هي الأغاني القديمة؟ جربتي مثلا تروحي للجديد تشوفي صوتك كيف بيكون؟ هلا جربت يعني بس قليل. بتحسي إنه صوتك بتبدعي أكثر بالقديم؟ طيب لما الناس بتسمعك شو بتقلك؟ شو بتوصف صوتك أكثر شيء؟ انه دافي، يعني دافي. قريب للقلب. بدي خبرك انه عن جد صوتك دافي حنون، يعني خامة صوتك جميلة، ولانه خامة صوتك جميلة وحنونة بتهتمي بصوتك؟ يعني احيانا. كيف؟ تدريب. في تدريب؟ تقريبا. حلو. هديل، لما حدا مثلا بيوجه لك نقد او بينتقد صوتك محل او مطرح معين، بيقول لك هديل انه انت هون ما كثير حبيتك او حبيت صوتك، بتنزعجي بينك وبين حالك؟ لا بنتقبل النقد، يعني حسب النقد، اذا ايجابي او سلبي. مثلا احيانا سلبي اكيد بنزعج يعني، بس اذا ايجابي لا اكيد بتقبل. يعني حسب ما انت تقتنعي، اذا ما اقتنعتي بالنقد بتنزعجي انه ما نو بمحله يعني. اكيد. حلو.
وبالحياة وبالقصص الثانية غير الغناء هيك نفس الشيء تتقبلي أي انتقاد؟ حلو، عندك هالمرونة. أكيد. تمام. بالمدرسة هيك بتقعدي أنت ورفقاتك أو أوقات الفراغ مثلا بيطلبوا منك تعزفي وتغني؟ كثير. في هي الأجواء. في. قديش حلو اللي بيعزف عود وبيغني اليوم، بيكون وين ما قعد هو متصدر ونجم القاعدة، والكل بحب وبينطر انه يكون موجود بس هيك لنستمتع بعزف العود وبالغناء. يلا شو هلق محضرتي لنا؟ هلق لأسمهان. لأسمهان. اي اغنية منها؟ يلي هواك شاغل بال. شعرتي شيء لأول مرة غنتيها انه هي اغنية صعبة؟ يعني اغاني اسمهان من الاغاني الصعبة، او بتحسي انه صوتك عم بيساعدك؟ لك صوتي بيساعدني حبيبتي. يلا تفضلي. اللي هواك شاغل بالي، اللي هواك شاغل بالي، وفي غرامك أنا ضحيت لك حبي الغالي، ضحيت لك حبي الغالي، وفي بعدك يوم ما تهني. يسلم هالصوت، مساحة ممتازة عندك. يعني هي الأغاني لأسمهان منا أغاني سهلة. صح. فجد يعطيك العافية. الله يعافيك. فعلا شيء حلو عم بتقدمي. كمان مثل ما عرفت من والدتك عندك مواهب ثاني. انتوا بالعائلة 4 خوات حلوين ورائعين، يعني أكبر أخت عندك اسمها فرح. كمان عندها موهبة حسب ما فهمت من والدتك، وكمان خواتك وشموسة اللي معنا اليوم آخر العنقود كمان بتغني، وانتي هديل، واختك بعد لسه نور. كمان كلكم عندكم مواهب، وانتي مو بس بتغني وبتعزفي، كمان حسب ما فهمت انه انتي بتحب المطالعة، ومو اي مطالعة، يعني مثل ما عم بتغني لأسمهان الأغاني صعبة لأسمهان، عم بتروحي للقراءة أصعب المجالات هي الفلسفة. صح. شو اللي خلاكي تهتمي بقراءة علم النفس؟ هلا بحب انه ادرس تفاصيل الانسان، يعني من جوا من برا، انه حلو. قديش بيساعدك لتتعاملي مع الآخرين؟ كثير. لما بتعرفي النفس البشرية وبتتعمقي بهي القصص. انت وبمنهاجك، انت صف 10 بمنهاجكم في فلسفة؟ في فرع الأدبي. صح. فلسفة بالمنهاج بتحبيها مثل ما بتحبي لما بتاخدي كتاب من المكتبة انت بكيفك تقريه، مو شي مفروض عليكي؟ لا هلا الفلسفة بشكل عام هي دراسة نفسية. حلو. ببيتكم طبعا في مكتبة؟ في مكتب. حلو. من زمان بتحبي القراءة انت وخواتك، ولا هلا خواتك ما لهم مراق بالقراءة والمطالعة؟ كثير، ونور يعني كلنا هيك. كلكم بتقرأوا بالبيت؟ تقريبا. جميل. قديش ثقافة القراءة اليوم بهذا العمر، بعدكم صبايا بمقتبل العمر،
قديش بيضيف لكم أشياء حلوة، المطالعة والقراءة ووجود المكتبة بالبيت قديش بيشجعك. يعني هلأ لو ما في مكتبة ببيتكم يمكن ما فكرتي، بس لا. وجود المكتبة ووالدك طبعا رسام الكاريكاتير بنوجه له ألف تحية كبيرة كثير، الأستاذ فيصل حسين. كمان هلق أخذتي منه أنت موهبة الرسم، ما حكيتي لي عن موهبة الرسم. هلق موهبة الرسم عاملة معرض وأنا عمري 5 سنين، ما شاء الله، اشتراك مع بابا يعني، ما شاء الله. ولحد لسه يعني بعدني عم بطورها مع الأستاذ علاء قطيش، بنوجه له تحية أكيد. الأستاذ علاء. بترسمي من وحي الخيال ولا بتشوفي شغلة بترسميها بتبدعي فيها؟ من وحي الخيال أكثر يعني. حلو. أنا على الواقع يعني لما أشوف شغلات هيك قريبة مني أو يعني نقل ما بعرف كتير هلا يعني خيالي أكثر. ولحد هاللحظة عم ترسمي يعني بتهتمي بالرسم؟ أكيد. عم تقدري توفقي بين موهبة الغناء والعزف والرسم ودراستك مثلا؟ كل شيء. وشغل البيت شو مفرح؟ لا مو كثير ولا فرح. والله شكلك انت، مع انك انت عندك صوت جميل وسمعته هلق، بس مجرد ما حكيتي كلمتين لفت لي انتباهي صوتك فورا. فانه ليش ما عم بتساعديها بشغل البيت؟ بنساعدها كمان. هي موهبة هي موهبة فظيعة، هي ما بتشبه اي موهبة شغل البيت. بدنا نسمع شيء في حديث كثير، بدنا نرجع نحكي عن موهبة الرسم مع والدك، فبس خلونا نسمع شيء. أنا قلبي دليلي. يا سلام. ليلى مراد. يلا حبيبتي تفضلي. أنا قلبي دليلي اللي بتحبي، قلبي دليلي اللي بتحبي، دايما يحكي لي وأنا أصدق. قلبي أنا قلبي دليلي. ما شاء الله. هون بينت المواهب الجديدة بقى. يعني في بين شي مهني وشي مدروس هون، سولفيج
هي يعني أوبرا. الامتداد والأوبرا. آه. طبعا ما ذكرنا للمستمعين انك انت عم تدرسي بمعهد فريد الأطرش، وخواتك كمان درسوا بهذا المعهد. حلو كثير هي المساحات اللي عم تبدعي فيها. شكرا. شو بيخبروكي هنيك الأساتذة بالمعهد؟ بقولوا لك اشتغلي بالمحل الفلاني، او وين نقاط القوة بصوتك وين نقاط الضعف، بيوضحوا لك هذا الشيء؟ ايه طبعا اكيد، يعني هن بيدعموني يعني اكثر شيء، بيخبروكي انه انت خبروني عندك المؤهلات، عندك الخامية اللي اذا انشغل عليها تمام بالمستقبل رح أكيد. تكون شيء روعة. اكيد. حلو، حلو، جميل جدا. قديش بتحبي العود؟ كيف علاقتك فيه؟ منيحة كثير. وين ما رحتي بتاخذيه معك هيك لعند رفقاتك؟ كثير. بأي جمعة بتاخذيه معك؟ حلو. يلا بدنا نسمع كمان، إلا إذا بتوصلي لمرحلة بتحسي إنه صوتك تعب. لا عادي. حلو، جميل، تعودي على هالشيء. جميل جميل. الله يحمي لك هالصوت. وما بعرف هلق شو مخبيتي لنا؟ في عود تاني لأم كلثوم. يا سلام، العيار الثقيل، أسمهان وأم كلثوم وفيروز. يلا. أغنية عن أغنية عم تظهر كثير معالم جمال بصوتها. يعطيك ألف عافية. بدي أطلب من مخرجنا ضياء أنه يسمعنا شي أغنية، شي فاصل، لأنه أنا كثير حابة أنه خلي المستمعين يسمعوا صوت أختك الصغيرة اللي عمرها 5 سنوات، يلي مثل الوردة ببراءتها وجمالها وحلاها. يلا بنسمع فاصل من عندك، وبعدين بدنا نرحب بالطفل الجميلة شمس.
يسعد لي مساكن من جديد مستمعي الكرمي، عم تسمعوا برنامج على الكرمي للنجوم، ونحن معكم على الهواء مباشرة. وضيفتي اليوم هديل الحسين بدي رحب فيها من جديد، وصارت اختها شموسة الصغيرة اللي عمرها 5 سنوات معي قاعدة بحضني قدام المايك اللي راح تبدأ هلق وتغني لنا الأغنية اللي بتحبها. كيفك شموس؟ منيحة. منيحة؟ انت عمرك 5 سنوات، بتحبيها لهديل؟ بتعذبيها شيء؟ تعذبك هديل؟ لا مش مشاكسة؟ لا مع انه حسيت انه كلها طاقة وحيوية وعندها فضول، هذا الفضول اللي دليل على انه طفل ذكي. صح. شموسي شو بيخبروكي؟ بيحبوا يسمعوا صوتك رفقاتك؟ بيقولوا لك غني لنا؟ طيب شو هي اللي بايدك؟ دبدوب. بتحبيه كثير؟ ما تركتيه من اول ما جيتي؟ بتحبي الالعاب؟ وهلا كنتي عم تطلبي من ماما انه تجيب لك لعبه ثاني. بتستاهل. هلا بدنا نسمع صوتك، يلا على اشاره من اختك، يلا. جينا نعيدكم من عين بنسألكم ليش ما في عنا رايد ولذيني يا عالم أرضي محروقة، أرضي حبيبي مسروقة، زمانة عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة، أرضي حريتي مسروقة، زمانة عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة، أرضي حريتي مسروقة، أرض صغيري مثل صغيري ردونا السلام وعطونا الطفولة، عطونا الطفولة، عطونا الطفولة، عطونا الطفولة، عطونا السلام. يسلم لي هالصوت والحلا والجمال كله بشمس، ما شاء الله. الله يحميها ويخليها، وبكرة هيك بس تصير نجمة مشهورة ومعروفة والناس تيجي بدها تتصور معك وتتعرف عليكي، الفنانة هيك الكبيرة شمس. أنا رح أقول إنه يوم من الأيام أنا قعدت بحضني وغنت عطونا الطفولة. شو رأيك؟ بدك تصيري فنانة حبيبتي؟ الله يحميكي والله يخليها. ضياء، في مجال بعد نختم مع أغنية من عند هديل؟ يلا نسمع سوا هديل. هلا حابة أهدي الغناية يعني أم الشهداء، أهل الشهداء بوطننا سوريا. تفضلي. الله يرحم جميع الشهداء. يعني ترجع مثل ما كانت قبل الأزمة. تفضلي حبيبتي. أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها، أجمل الأمهات التي انتظرته، أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها، أجمل الأمهات التي انتظرته، عاد مستشهدا فبكت دمعتين ووردا، فبكت دمعتين ووردا،
لم تنتهي الحرب لكنه عاد، لكنه عاد، لكنه عاد. ذبيلة بندقيته ويداه محايدتان، أجمل الأمهات التي انتظرته عاد، التي انتظرته عاد وعاد وعاد. أجمل الأمهات التي عينها لا تنام، تظل تراقب نجما يحوم على جثة في الظلام، في الظلام، في الظلام. أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها، أجمل الأمهات التي انتظرته وعاد، عاد مستشهدا فبكت دمعتين ووردا، فبكت دمعتين ووردا، ولم تنزوي في ثياب الحداد. ختام مسك مع هي الأغنية الجميلة والصوت الجميل. الله يرحم جميع شهدائنا، ووالدتك من الأمهات الجميلات. بدي أقول لك الله يخلي لك هالصبايا الحلوين، شي بيرفع الراس، بنفتخر فيهم أكيد، وإن شاء الله الله يبعث لهم أيام حلوة غير هي الأيام، وتشوفيهم بأعلى المراتب، إن كان بالموهبة وإن كان بالدراسة. بتستحقوا كل شيء جميل وبتستحقوا النجاح والتميز دائما. هدير لحسين بدي أتمنى لك كل النجاح بمستقبلك، وطبعا مستقبل موهبتك، وأيضا ما رح ننسى العلم والدراسة، وأكيد وأنت قادرة توفقي بين الجهتين. فبدي منك كلمة أخيرة قبل الختام. مين حابة تتشكري هيك؟ هلا بتشكر أهلي أول شيء، لأنهم هن الداعم الأكبر إلي على طول، وأساتذتي من معهد فريد الأطرش، من الأستاذ معين النفاع. تمام، نوجه لهم تحية أكيد الأساتذة بمعهد فريد الأطرش جميعا فردا فردا. أستاذ العود أشرف أبو مرة هلا حاليا، بس قبل كان الأستاذ لؤي عماد، كمان بوجه له تحية كثير كبيرة. شكرا حبيبتي، شكرا، استمتعنا كثير بهي الحلقة الحلوة، وإن شاء الله التوفيق والنجاح والتميز يكون مرافق دربك وأيامك أنت وأخواتك الحلوين. شكرا من القلب. شكرا لك ام فرح، وشكرا مستمعينا، شكرا على طيب المتابعة. أكيد نلتقيكم بحلقة جديدة بالأسابيع القادمة. قبل الختام تقبلوا أجمل تحيات من فريق العمل بإشراف الدكتور فاروق شرف. رافقنا في الإخراج ضياء الحناوي. قبلوا محبتي لكم، كنت معكم من داخل الاستوديو في التقديم شذا جودية.